السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا والله يا فانزاتي، وحشتوني جدا جدا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين. شهر رمضان خلاص على الابواب، ربنا يبلغنا واياكم شهر رمضان المبارك. لا فاقدين المفقودين. ادعوا لنا بقى يا جماعة، عندنا امتحانات. فولادي طالبين مني، عندنا امتحانات اول يوم رمضان، والله زي ما بقول لكم كده، سنة رابعة ثانوي بقى. عايزه اقول لكم على حاجه. انا عملت الوجبه دي لان ولادي مش بياكلوا كويس، فعملت النهارده حاجه حلوه كده زي ما انتم شايفين معانا اهو. والله ما في احلى منكم انتوا. هنعمل مع بعض النهارده زي ما انتم شايفين رز بلبن، بس بتكات المحلات. في محل هنا بتاع حلويات بيبيع رز بلبن مشهور قوي. اول حرف من اسمه لام. اللي عارف ينزل يكتب لي تحت، انا مش هقدر اقول اكتر من كده عشان بس ايه، ما يبقاش غلط عليا. الطريقه اللي انا عملتها دي بطريقه المحل. في عندهم حاجه اسمها قنبله، بس الطبق ده جبار، تقيل قوي، يعني اللي ياكله كده دمار شامل. يلا بقى، مش هرجع عليكم، وانا كمان مش فاضيه عشان ما اطولش عليكم. قلت اما اجي امسي عليكم واطمن عليكم واقول لكم وصفه حلوه كده، وايه، ونتكل على الله. بصوا بقى، هنعمل مع بعض النهارده رز بلبن بتكات سومه وحركاتها، وهنزينه كده بالفواكه برده عشان نضحك للولاد، لان ولادي ما بياكلوش فاكهه. فحطيتها لهم كده ايه، زينت بيها الطبق ايه، بغري عينيهم، فاهماني؟ بس طبعا رز بلبن مش زي بتاعي، مش زي اي رز. هتنزلي دلوقتي تعملي لايك وتعملي اشتراك لو انتوا عمركم تشوفوا القناه، وتصلوا على النبي. وفضلا منكم وليس امر تترحموا على ابي، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه في فسيح جناته ويرحم امه المسلمين امين. يلا بينا نشوف المقادير وطريقه التحضير. بصوا حبايبي، اول حاجه بعملها انا جايبه حله كده اهو زي ما انتم شايفين، واحط فيها، انا دي بصوا، دي لتر لبن، تمام. انا بحب اعمله باللبن اللي هو العلب، يبقى طعمه احلى. بصوا هحط نص العلبه بالظبط زي ما انتم شايفين كده اهو. اهي دي كده تقريبا نص العلبه. واحطها على النار بتاعتي تسخن. احطها على النار بتاعتي تغلي او تسخن، تبتدي في السخونيه كده. كملوا معايا وهنشوف هنكمل بقيه وصفتنا ازاي. بصوا حبايبي، هنا خلاص اللبن بتاعي ابتدى يغلي زي ما انتم شايفين كده. هو كده كده اصلا ما نسيبوش درجه انه سخن يعني. بصوا دي معايا اهي كوبايه من اللي هي بتاع الكوبايه الصغيره اللي احنا بنشرب فيها مثلا قهوه او بنشرب فيها شاي. اهو بصي الكوبايه دي الصغيره، وبعمل لها رز كده وبحطه، وايه، واللبن بيغلي. انا ما غسلتش الرز ده، عايزه اقول لكم النوعيه دي نوعيه كويسه. هو اسمه ريحانه، حلو قوي 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 قوي. عاجبني يعني ما شاء الله، يعني نضيف. غاسلينه وكده. بصوا كل الحكايه بقى، احنا بعد ما الميه بتاعتنا كده او اللبن غلي وحطينا فيها، هنسيب كده، هقلب بس تقلبتين. بصوا حبايبي اهو، انا بقلب كده اهو، اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. خلاص بقى، وهسيب وهقفل عليه بقى. هقفل على اللبن بتاعي دلوقتي خلاص، وهقفل عليه الغطا بتاع الحله واسيبه لمده ساعه بالظبط، وهنرجع نشوف نكمل بقيه وصفتنا هتبقى عامله ازاي. بصوا هنا يا حبايبي، تقريبا عدى ساعه على الرز بتاعي زي ما انتم شايفين كده. بصوا هي الحبايه خلاص يعني ناقص لها شويه وخلاص هتستوي. بصوا انا عايزه اوريها لكم كده. بصوا، بصي اهي، اهي بصي، خلاص تقريبا استوت. انا كل اللي اعمله هفتح النار على يعني الرز بتاعي واللبن ده، وهنكمل بقيه الخطوات بتاعتنا. انا هنا خلاص فتحت النار بتاعتي على الرز بتاعي. هكمل بقى بقيه علبه اللبن اللي احنا حطيناه. عايز تعمليها بلبن حليب طبعا ليكي مطلق الحريه، بس صدقيني انا جربت بالطريقتين، الطريقه دي احلى واجمل بكتير، زي بالظبط اللي بناكله من الشارع، بنشتريه من الشارع بفلوس قد كده. جربي بس الطريقه بتاعتي وانتي هتدعيلي. ايدي في اللبن كده لحد برضو ايه، ما ما يسخن تاني معايا كده. بس ايدي في اللبن عشان الرز النشا بتاعته ما تخلوش يلزق تحت في القاع بتاع الحله. طبعا في بقيه خطوات تانية نحطها طبعا. كملوا معايا للنهايه ان شاء الله. بس هسيبكم تنزلوا تعملوا لايك واشتراك لو انتوا اول مره بتشوفوا القناه، وتصلوا على النبي وتقولوا لي كومنت حلو. شويه وراجع لكم. بصوا بقى حبايبي، انا سايبه هنا اللبن بتاعي مع الرز على النار زي ما انا قلت لكم. هنبتدي بقى نحط السكر بتاعنا. بصوا انا حاطه كوبايتي عشان احنا مش بنحب حاجه مسكره قوي. انت عايزه تحطي اكتر من كده او نفس المعيار بتاعي على حسب ما انت بتحبي، دي حاجه ترجع لك. في حاجات انت شايفه بيتك وولادك وجوزك بيعملوا ايه او بيحبوها ازاي، انت بقى ايه تعمليها بطريقتك انت. هقلب السكر برده، انا ايدي في اللبن عشان الرز ما يتلزقش اهو بالراحه. بس انا ما برضاش اسيب الكاميرا مفتوحه عشان انتوا ما تزهقوش واطول عليكم. بصوا بكل سهوله. والله يا جماعه جربوا طريقتي دي،
انا طريقه الرز بتاعي تحفه الحمد لله يعني هبصوا هفضل اقلب كده لحد ما احس ان اللبن في خطوات تانية هنعملها. في خطوات تانية هنعملها. بصوا بقى يا جماعه، عشان نطلع قوام كريمي زي بتاع المحلات بالظبط. بصوا عشان نطلعوا قوام كريمي زي ما قلت لكم، معانا السر في المكونين دول. شايفين دي معلقه مليانه من الكريم شانتيه اللي هي البيضه دي، ودي معلقتين من لبن البودر. هما دول السر الحقيقي بتاع نجاح اي لبن. بتحسي ان طعم اللبن مميز. في اماكن كده مشهوره مش هقدر اقولها، خصوصا هنا في اسكندريه، محل كده مشهور قوي ليه كذا فرع لسه فاتح، بس صراحه يعني بيعمل حاجات حلوه. الرز بتاعي بقى ده هيغلبه. انا ما اقدرش اقول رز عشان اعلانات. لو انتوا عارفين مكان انزلوا اكتبوا في الكومنتات. وافضل اقلب برضو، اقلب 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 اقلب. في تكات تانية هنعملها برضو، تابعوني. بصوا حبايبي، التكايه بقى اللي بقول لكم عليها جربوها وهتدعوا لي. السر في المكون ده هي المعلقه دي. انتوا شايفين ايه ده؟ دي معلقه زبده. معلقه زبده دي عماله تخترع لنا اختراعاتي. جربوها بس وانتوا تدعوا لي. حط معلقه الزبده كده، ثانيه واحده احطها. هنا حبايبي عايزه اقول لكم مثلا انتوا يعني ليه انا حطيت الزبده. حطيت الزبده دي يعني مكان القشطه، عشان انا ما عنديش قشطه، فاهميني؟ بس الزبده دي بتدي تيست عالي جدا للحاجه، بتدي طعم حلو قوي. بيدي تيست عالي جدا للرز بلبن او المهلبيه، صدقيني والله. بصي عايزه اقول لك، بصي القوام، بصي بسم الله ما شاء الله. دلوقتي بقى هبتدي احط الفانيليا. عايزه اقول لكم ان انا حطيت حوالي كيلو ونص من، يعني حطيت ازازه ونص من اللبن بتاعنا. انت تقدري تحطي كيلو ونص على الكميه دي، عشان بصوا بسم الله ما شاء الله كوبايه الرز رمت معانا كتير، فحسيت ان هي محتاجه لبن. اهو زي ما انتم شايفين كده. هنا بقى هحط الفانيليا بتاعتي. بسم الله. انا حطيتها في الاخر عشان ريحتها ما تروحش. اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. وفي حاجه بس بسيطه خالص عشان اضمن نجاح اللبن بتاعي او الرز بلبن بتاعي، هنعملها مع بعض. بصوا حبايبي، دول حوالي معلقه من النشا، معلقه بالظبط. بصوا معلقه اللي هي البلاستيك دي بالظبط، معلقه مليانه. احط بس عليها حوالي نص كوبايه لبن، وابتدي احطها عشان خاطر اضمن السمك والتقل بتاع اللبن معايا يبقى مظبوط. بصوا حبايبي اهو، دوبت النشا بتاعي كويس جدا في حوالي نص كوبايه لبن. كان باقي حبه كده في الكوبايه، حطيت عليهم بق لبن. لازم يكون بارد ما يكونش سخن، خلي بالك. لازم اللبن بتاعك يكون بارد اللي بتدوبي في النشا. وخلاص يا دوبك بس اللبن بتاعي ياخد غلوه كده زي ما انتم شايفين كده. خلاص انا عايزه اقول لكم ان القوام تقيل معايا خالص خالص خالص، وريحته تجنن. لسه في طبعا تكات كده هنعملها مع بعض حلوه قوي هتعجبك، وهنزود القيمه الغذائيه اللبن بتاعنا. زي ما انت شايفه بصوا الرز استوى خالص. هسيبه بس لحد ما يغلي كده ونكمل وصفتنا. صلوا على النبي واذكروا الله. بصوا بقى يا جماعه، مش قادره اقول لكم والله العظيم. بصوا من قبل ما احطه حتى في الاطباق، بصوا كريمي كريمي. مش قادره اقول لكم على الريحه بجد. انا حضرت هنا البولات اللي انا هحط فيها. طبعا اللي طالع لكم ده بخار. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هبتدي اصبه في الكوبايات بتاعتي. ثانيه واحده. بصوا انا ابتديت اهو اصبه في الكوبايات في البولات بتاعتي، بس عايزه اقول لكم انا مش هامله الطبق. هتعرفوا ليه دلوقتي، بس كملوا الفيديو. بصوا حبايبي، انا حطيت بقى الاطباق بتاعتي اهو، سايباها تبرد تماما، تبرد خالص. وهنا محضره معايا زي ما انتم شايفين كده. انا عندي الفواكه دي، عندي يعني انا اشتريت ثمره تفاح، واشتريت حوالي 2 كيوي كده. يعني لازم دلوقتي ان الواحد يقتصد على قد ما يقدر، فاهمني؟ انا بشتري بالواحده والله من فتح الله. عايزه اقول لكم يعني بالواحده بالاثنين على حسب ما انا عايزه. وده كيوي. هنعمل ايه؟ هنسيب بس الرز بتاعنا بلبن يبرد تماما تماما، عشان خاطر نقدر نرص عليه الفاكهه بتاعتنا. بصوا يا جماعه، انا اهو يعني حطيتها بقى. عايزه اوريكم بصوا الكشكشه او الكرمشه بتاعت الرز بلبن. يا رب تكون الكاميرا موضحاه. انا طبعا مستعجله. عايزه اقول لكم بس ان انا ايه، مجرد بس ان انا هلمع الفواكه بتاعتي بمعلقه عسل كده اهو. جايبه معلقه عسل كده بالفرشه، حاجات بسيطه عشان تبقى لامعه معايا، وفي نفس الوقت ايه، ما تتاكسدش ما تسودش، فاهميني؟ معلش دي رزق عادي بيحصل في احسن مطاعم. طب ممكن اعمل حاجه تانية. ثانيه واحده. اجيب معلقه كده واخد وادلق كده.
بعمل كده ليه؟ عشان الفواكه بتاعتي تفضل لمعه. مش عايزه تحطي الخطوه دي ما تحطوش. وكمان ايه يعني عسل، زودنا القيمه الغذائيه للايه، للرز باللبن بتاعنا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان الفواكه تفضل لمعه كده وشكلها حلو. معلش بقى بيبقى بيحصل تاتشات كده، التاتشات دي مش مني، من حبايبي ولادي حطوا ايديهم في الطبق فبوظوا لي اللي في بوقي يعني. لازم يعني، بص عايزه اقول لكم لما اجي اعمل تصوير في اي حاجه لازم يحصل لي كده قفشات منهم، ربنا يهديهم، ربنا يهديهم بجد. مجرد افكار كده عملناها مع بعض عشان نقدم لاولادنا ايام الامتحانات دي، احنا داخلين على امتحانات، حاجات وجبات غذائيه في نفس الوقت تزود نسبه التركيز عندهم اهو. زي ما انتم شايفين كده الجمال معانا، الاطباق بتاعتنا الحلوه اهو زي ما انتم شايفين. يا رب تكون طريقتي وتكاتي اللي انا قلت لكم عليها. شفتوا انا قلت لكم بصوا حطينا معلقه الزبده مش باين خالص، بس والله العظيم مديه تيست روعه روعه فوق ما تتخيلوا. تيست حلو قوي للوجبه بتاعتنا. دايما جربوا تكاتي، دايما جربوا وصفاتي، دايما جربوا الحاجات اللي بقول لكم عليها. يا رب كده يسعد اوقاتكم دايما. عايزه اقول لكم دي من الاطباق والافكار بتاعت رمضان وحلويات رمضان. رز بلبن كده طبق مليان فواكه مغذي، ممكن تاكليه على السحور، حاجه كده اخر عظمه يعني. يا رب كده يبلغنا واياكم شهر رمضان يا رب، لو فاقدين مفقودين. وكل سنه وانتم طيبين، وطولت عليكم. اشوفكم ان شاء الله في وصفه جديده معصومه. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش اللايك والاشتراك ودعوه حلوه منكم ولكم بالمثل.